السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم جميعا على قناة شروحات الوردة أرستانا. ورجعنا لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم راح نحكي عن الفيديوهات القصيرة، وما هي الشروط الجديدة اللي راح تكون موجودة في السنة الجديدة 2023، وكيف راح نحقق الأرباح من الفيديوهات القصيرة، وما هي أهم الشروط. أول شي لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة الشروحات الوردة أرستانا. مؤخرا اليوتيوب راح يتيح ميزة جديدة، وهي تحقيق الربح عن طريق الفيديوهات القصيرة، بمعنى انه هناك راح يكون ربح عن الفيديوهات القصيرة مثل ما انتم شايفين. لكن هل يوجد شروط او هي فقط نقوم بتنزيل فيديوهات قصيرة يوميا؟ راح نتعرف مع بعض. اهم شرط لازم تكون عارفه من هذه اللحظة، تكون عارف قبل لا يتم اتاحة الميزة على استوديو اليوتيوب. راح نحكي على الشروط الاستفادة من الفيديوهات القصيرة. مثل ما أنتم شايفين هذه عينة من الفيديوهات القصيرة الموجودة على اليوتيوب. الكل يقوم بتنزيل الفيديوهات القصيرة لكي يستفيد أول شيء يستفيد من المشاهدة، وأيضا يستفيد من الاشتراكات، يعني زيادة المشتركين على القناة. ولكن أهم نقطة وثالث نقطة اللي راح تكون مفاجأة 2023، وهي زيادة الربح على اليوتيوب من الفيديوهات القصيرة. سأقوم بالشرح هذه النقطة وما هي أحكام شركاء اليوتيوب اللي راح تتيحها في الفترة القادمة من شروط وأحكام خاصة بالفيديوهات القصيرة. تابعوا معي الفيديو للآخر لكي تستفيدوا معي وتكونوا جاهزين وتكونوا واجدين لهذه النقطة، وتكونوا عارفين إيش هي الشروط اللي راح يقوم اليوتيوب إتاحتها في شهر فبراير وشهر جانفي. وأهلا وسهلا فيكم جميعا. تابعوا الشرح للآخر. أول شي راح أخرج من اليوتيوب وسأقوم بالدخول الاستوديو اليوتيوب الخاص بقناة شروحات الوردة أرستانا، لكي نتعرف مع بعض ما هي الشروط وكيف نكون عارفين كيف نستفيد من الفيديوهات القصيرة وكيف نستفيد منها بشكل إيجابي. وأهلا وسهلا فيكم جميعا. بعد ما دخلنا إلى استوديو اليوتيوب الخاص بقناة شروحات الوردة أرستانا، راح تلقى هالرسالة موجودة على كل القنوات الخاصة باليوتيوب، حيث هذه الرسالة بتقول يمكنك المشاركة الأرباح من إعلانات شورتس ابتداء من شهر فبراير. لتفعيل هذه الميزة وميزات أخرى يجب قبول أحكام برنامج شركاء اليوتيوب الجديدة التي ستكون متاحة في منتصف شهر يناير. بمعنى أن هناك راح يكون ميزات جديدة، يعني راح تكون موجودة. إيش هي الميزات؟ هذه الميزات راح تكون موجودة خاصة في الفيديوهات القصيرة، من بينها تأثيرات الصوت، تعديل الصورة، إضافة نص، إضافة ألوان، إضافة ملصقات، كلها إضافات سيتم وميزات حلوة سيتم إضافتها إلى الفيديو القصير الخاص باليوتيوب، مثل منصة كواي ومنصة تيك توك. هناك بعض الميزات الموجودة في الفيديوهات القصيرة، لكن اليوتيوب راح يطلع ميزات أحسن وميزات يعني ذو جودة عالية، وميزات بتخلي الفيديوهات القصيرة الخاصة بالشورتس الخاص باليوتيوب يعني راح يكون بيكون جودة عالية، وراح يكون بالمرتبة الأولى بدون منازع. يعني أيضا راح يكون فيه استفادة من ناحية الأرباح. هذه أول نقطة، الأغلب ما كش عارف هذه النقطة. هلا أنا باش تكونوا عارفين هالنقطة وتكونوا على علم وعلى دراية، يعني السنة الجديدة راح تكون سنة مميزة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة وهي يجب قبول أحكام برنامج شركاء اليوتيوب الجديدة، يعني راح يقوم بطرح لك مثل
يعني أحكام وأنت تقوم بالقبول، مشان يعني أنت تكون عارف إنه أنت اليوتيوب أعطاك هذه الأحكام وأنت قمت بالقبول بها مشان تستفيد من الأرباح. وكل الشروط لازم تكون أنت قابل بها. لو ما قبلت الشروط مش راح يكون عندك في الفيديوهات القصيرة الأرباح. لذلك لازم عليك تفعل القبول وتكون مع تكون قبلت أحكام برنامج شركاء اليوتيوب الجديدة التي ستكون متاحة في منتصف الشهر. هذه ثاني نقطة. ثالث نقطة وهي أهم نقطة راح نتعرف عليها دقيقة فقط. سأقوم بالدخول إلى الفيديوهات القصيرة الخاصة بقناتي. راح نتعرف على هذه النقطة مع بعض. هذه بعض العينة من الفيديوهات. سنقوم بالدخول إلى الفيديوهات الخاصة بالشورتس. سأقوم بالضغط. راح نتعرف. أنا عملت تجربة فقط لكي أعرف يعني إيش هي الميزات وأتخيلها وأكون على علم ودراية بها. أول شيء قمت بتنزيل فيديو، يعني أنا قمت بتصميم هالفيديو ونزلته على قناة الخاصة بي، قناة شروحات الوردة أرسطانة. سنقوم على ضغط هذا الفيديو. بعد ما نضغط على هذا الفيديو سنقوم بالضغط على الإحصاءات. عفوا. بعد ما ضغطنا على هالفيديو مثل ما أنتم شايفين هذه الواجهة. المستوى العرض فيديو علني تحقيق الربح. أنا قمت بتفعيل الميزة في استديو كروم. أما الميزة الثالثة وهي القيود. ما من قيود، بمعنى إنه هذا الفيديو خاص بي أنا ما قمت بتصميم هالفيديو ونزلته على قناتي، لذلك بيقول لي ما من قيود. لماذا؟ لأنه هذه النقطة مهمة. في فيديو ثاني قمت بأخذه من أحد التطبيقات وقمت بإعادة تصميم الفيديو وصممته وقمت بتنزيله على قناة شروحات الوردة أرسطانة لكي أشوف ما هو الفرق. هل الفيديوهات المعاد استخدامها مقبولة أو لا؟ بعد ما قمنا بتنزيل فيديو السيارة الفاخرة وهو فيديو محتوى معاد استخدامه، يعني أنا أخذته من أحد التطبيقات ومن أحد البرامج وقمت بإعادة تصميم لهذا الفيديو وقمت بإضافة صوت من قناة اليوتيوب. تم مستوى العرض الفيديو علني. تحقيق الربح لم أقم بعملية تحقيق الربح، ما من قيود. أما القيود فهناك شرط بيقول لي مكتبة فيديوهات شورتس قصيرة التي تتضمن محتوى تابع لجهات خارجية، بمعنى إنه هالفيديو يا إما راح يكون أرباحه راح تكون خاصة بصاحب المحتوى، أو إنه أرباحه مش راح تتحسب نهائي، أو إنه راح يسبب مع الشروط الجديدة راح يسبب إنذارات، ويعني إنذارات للقناة. لذلك أنصحكم الفيديوهات القصيرة ما تخلوش الفيديوهات القصيرة الخاصة بقناتكم معادة، يعني فيديوهات معادة الاستخدام. هذا كتجربة فقط حاليا، لأنه لحد الآن ما بانتش لنا ما هي الشروط، لكن أنا متأكدة إنه الفيديو المعاد استخدامه حتى ولو تم قبوله في قناتك وما جابلكش إنذار، يعني أرباحه راح تكون خاصة بصاحب المحتوى. راح تكون الأرباح مش خاصة بك أنت، يا إما راح يكون مش راح تطلع عليه الأرباح أصلا، يعني راح يكون ممنوع عليه الأرباح. لذلك مع نهاية الفيديو أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، ولا تنسوا تعملوا لايك للقناة للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.